Estoy muy complacido أنا جد سعيد وفخور بلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كسفير مغادر بعد قضاء مدة لأكثر من 8 سنوات. ينتابني الفخر بتقاسم زيارة الوداع مع السيد الرئيس، فالمحادثات تناولت محاور عديدة ومواضيع مهمة، ولعل أول محطة هي دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة بلدنا فنزويلا العام المقبل. وللتذكير، الرئيس مادورو كان سعيدا بزيارته الأخيرة للجزائر، والتي أثمرت بالإمضاء على العديد من الاتفاقيات التي تشمل التعاون الاقتصادي، منها ما يخص مجال البترول والغاز الذي يجمع البلدين في منظمة الأوبك. إلى جانب ذلك، ركزنا في توسيع الشراكة في مجال النقل الجوي، والتي توجت بفتح خط جوي جديد بين الجزائر وكاراكاس. في الحقيقة الجزائر وفنزويلا تربطهما علاقة أخوة أكثر من علاقة صداقة، فالنظرة المستقبلية المشتركة للقضايا السياسية الهامة كالقضية الصحراوية والقضية الفلسطينية تعكسان نفس الرؤى. خلال كل هذه الفترة التي قضيتها كان شعوري أنني أعيش في بلدي الثاني، وأتمنى زيارة هذا البلد الرائع مرة أخرى. شكرا جزيلا.